كل ام فينا بتحس ان هي مضغوطة، بتتمنى اليوم اللي ترتاح فيه، بس عمرها ما فكرت ان اليوم اللي هي بتتمناه لما يجي ممكن يكسر قلبها. بصراحة انا قريت بوست على فيسبوك هو خلاني دمعت، مش عشان القصة حزينة، لا، علشان حسيت كل حرف فيها. أم بتحكي وبتقول لما كانوا ولادي صغيرين كانت بتصحى الصبح بدري الساعة 5:30، تصحي الولد الكبير، تدخله التويليت، تفطره كويس، يلبس وينزل المدرسة بتاعته بدري، وبعدين ترجع تاني تصحي الولد الوسطاني اللي في الحضانة وتعمل نفس الروتين من أول وجديد ونفس اللفة تاني، وبعدين بتجهز فطار جوزها وتصحي الولد الصغير تأكله وتاخده معاها وينزلوا يشتروا جرايد عشان هي كانت بتحب السياسة جدا، وترجع تلعب معاه وبعدين تطبخ الغدا، ويدوب تخلص الغدا من هنا يجي ولادها الكبار يتغدوا يحلوا الواجب، ولو وراهم تمرين ينزلوا كلهم، بيرجعوا آخر اليوم الساعة 8 وطبعا كله مهدود ومش قادر وهيناموا. وبتقول ان انتوا هتفكروا ان انا هنام معاهم، بس هي ما كانتش بتنام معاهم، كانت بتستنى جوزها يرجع عشان تجهز له الاكل، وتفضل قاعدة في صمت ساعتين عشان جوزها كان بيجي الساعة 10 بالليل. الساعتين دول هي كانت بتقعدهم حاسة براحة من دوشة اليوم، كانت تقعد فيهم تتمنى اليوم اللي هيكبروا فيه ولادها علشان ترتاح وتنام 10 ساعات بدل 5. وكبروا فعلا، بس سابولها البيت فاضي، بقت قاعدة لوحدها. كاتبة في البوست وحشني حضنهم بعد المدرسة، وحشني ألبسهم وبوسهم قبل ما يناموا، وحشني صوتهم هما بيضحكوا، بيكتبوا على الحيطة، بيغنوا في الحمام وزعقوا أول ما هنتكلمش في الحمام، ووحشها حتى دوشتهم وأسئلتهم الغريبة الكونية اللي كانت بتيجي في أي وقت. دلوقتي كل واحد فيهم في طريق، اللي اتجوز واللي في الشغل واللي سافر، بتعمل الأكل وتستنى ان هي تسمع كلمة الله يا ماما، بس مفيش وقت ولا حتى نظرة. بقت تصحى الصبح تدور عليهم وتلاقيهم نزلوا قبل حتى ما هي تصحى. واكتر حاجة وجعاها الحضن، حضنهم ما بقاش دلوقتي زي زمان. بتقول انا بقيت اقصر منهم، مش طايلة حضنهم الحضن بتاع زمان، وهم بقوا مشغولين. وبتقول نفسي في حضن زي زمان، من خدهم الناعم والخد في الخد وضحكتهم البريئة اللي كلها ماما. علشان كده يا كل أم بتسمعي دلوقتي ما تقوليش أبدا تعبت من العيال، استمتعي بجد بكل لحظة، بكل تعب، بكل دوشة، قبل ما يجي اليوم اللي تشتاقي فيه للدوشة وما تلاقيهوش.